سمعوا معايا اخوتي المغاربه، وزاره الصحه في التقرير ديالها دايره بان الدواء 4 درهم فاصله 80. هذا تقرير ديال احدى الصفحات ديال شراء الادويه، في حين ان نفس الوزاره دايره في تقرير اخر ان الثمن اللي غادي تسمح به الشركات باش يتباع للمواطن هو 100 درهم. من يحتكر الآن صحة المواطنين، من يحتكر حياة المواطنين، من يتاجر بحياتنا، وهذا اللي كيفسر ارتفاع نسبة الوفيات عند المغاربة. هذا الدواء هذا اللي هو مثلا دوليبران بشحال كيتنتج بجوج دراهم. سمعتوا اخوتي المغاربه؟ كيتنتج في المعمل بجوج دراهم، وبشحال كيتباع عندنا في الصيدليه ب 15 درهم. نسبة الاحتقان اللي وصل عند المغاربه وصلت لواحد المستوى ان غير مغني دار واحد التعبير قال ما كتعرفش تهضر وباغي تربينا، ما عرفناش واش كون كيقصد. عرفتوا المغاربه شكون كيقصد ليزيدروس؟ هذه الاغنيه في ظرف 24 كانت وصلت ل 4 المليون. 4 المليون المغاربه دخلوا كيجريو يقلبوا عليها كينفسوا على ريوسهم. علاش؟ حيت تسدد جميع المناحي ديال التنفيس. خرج لنا واحد النقاش على الجانب كيشتت المغاربه كاملين، هو النقاش اللي تطرح اليوم مع الدكتور الفايد مع واحد الرابطه كتسمي راسها رابطه علماء المغرب العربي. مزيان تناقشوا، ما تهضروا الناس لا على بطاطا لا على مطيشه لا على محروقات، عارفينكم ما تقدروش تهضروا في هذا الشيء هذا، ولكن هضروا لنا غير ما هو ديني. واش من الفعل معقول ان الثمن ديال الحج اليوم في المغرب وصل هذه المستويات هذه؟ سي بيتاس الله يرحم لك الوالدين السي بيتاس، سمع هذه المناشده مني وسمعها مواطنين عاديين. سي بيتاس ما تبقاش عمليا تستفزنا. انت تقدر تشري اللحم 75 درهم، انا كنصحك زعما صراحه هذاك اللحم ربما سير شوف لك شي طبيب. كتعرفوا اخوتي المغاربه ان الحكومه الحاليه هي اسوأ حكومه عرفها في المغرب في التاريخ ديالو منذ حكومه عبد الله ابراهيم. اخيرا ولات عندنا معارضه، كنا نسيناها. وي المعارضه اليوم تتحدث، ولكنكم نسيتم ما قلتوش الحقيقه. انتم تحالفتم مع اخنوش وسببتم فيما يعانيه المغاربه اليوم. انتم كنتم معه بالحكومه السابقه منذ عهد بن كيران ووافقتم على التحرير. من مرر التحرير مع بن كيران؟ اليس العداله والتنميه؟ اليس حزب التقدم والاشتراكيه؟ اليست الحركه الشعبيه؟ اين كنتم انذاك؟ اليوم جايين كتباردوا علينا. قال لك يا سيدي الباطوات ديال ليسونس وديال المازوت وديال المحروقات ملي كتعمر وكتشرى وكتكون جايه وراه كتبقى في المياه الاقليميه الا كان الثمن رخيص ديال المازوت، حتى كيغلى الثمن عاد كتدخل، بمعنى كيجيو الباطوات كيبقاو خارج المياه الاقليميه المغربيه، الناس واكله شاربه بخير. نهار يغلى الثمن في السوق الدوليه كيدخلوا باش يبيعوه لنا بالثمن الغالي. علاش الدواء غالي في المغرب؟ الغلاء في المغرب ليس حكرا على المحروقات او المواد الغذائيه او غيرها، الغلاء في المغرب كيشمل جميع مناحي الحياه وبما فيها الدواء، يعني العنصر الاساسي اللي كيحتاجوه المغاربه. اليوم المغاربه كيعانيوا معاناه شديده، ندخلوا لوسائل التواصل الاجتماعي يلقاو الناس كيسعاو المحسنين، ما كيلقاوش كيشري لهم الدواء، ما تيلقاوش كيعاونوهم في العمليات الجراحيه اللي هما باغيين يديروها. فيما درتي ابواب المستشفيات كتلقى الناس ناعسه، ما لاقياش سرير من داخل مستشفى عمومي، ما لاقياش كيداويها، ما لاقياش كينشوف فيها. وبالتالي هنا كيتطرح واحد السؤال كبير على الحكومه وعلى الدوله المغربيه، من يضمن الحمايه، من يضمن الحق في الحياه لهاد المغاربه اللي ما تيستطيعوش على انهم يوفروا ثمن علبه الدواء. الدواء في المغرب غالي بدون اي مبررات. كاين مجموعه ديال المعطيات صادمه ملي كنطلعوا عليها كنكتشفوا على اننا في المغرب الحكومه او الناس اللي كيدبروا الشأن الصحي في المغرب اخر همهم هو في الحقيقه هو المواطن المغربي. غنسال سؤال بسيط، علاش في المغرب او المغرب الدوله الوحيده في الحوض المتوسطي كامل اعلى نسبه ديال الطيفيه في الدول كامله ديال الحوض المتوسطي هي عند المغرب 7%. فرنسا الطيفيه على الدواء 2.5%، وفي المغرب 7%. هذا فين كيطرح واحد السؤال عميق، شكون المتحكم في هذا المسار ديال التداول ديال البيع ديال الادويه في السوق المغربيه؟ السيد عزيز غالي دكتور معروف في المغرب عطى بعض المعطيات الصادمه، كنت صنت ليه بالامس كيقول لنا بان كاين دواء في المغرب ديال ليباتيت سي كيتباع ب 3000 درهم، نفس الدواء يعني ماشي غير مصر، هاي ما بعيداش هنا بزاف، كيدير 85 درهم. واش سمعتوا اخوتي المغاربه؟ دواء في المغرب داير 3000 درهم، في مصر 85 درهم. وتيقول العزيز غالي بان هذا الدواء هذا الا بغات الدوله المغربيه توفروا ثمن رخيص راه بامكانها تستوردوا من الهند ويطيح ليها ب 45 درهم. واش كتسمعوا مزيان؟ 45 درهم من 3000 درهم ممكن تستوردوا ب 45 درهم. وبالتالي كيتطرح لنا واحد السؤال عريض وعريض، من يتحكم في سوق الادويه بالمغرب؟ غنرجعوا لتقارير رسميه، تقرير ديال
كان انجزوا درتوا احدى اللجان الاستطلاعيه ديال مجلس النواب قبل 2 أو 3 سنوات. ماذا جاء في هذا التقرير؟ جاءت فيه معطيات خطيره وخطيره للغايه. كيقول التقرير ان ثمن الدواء في المغرب هو اغلى من ثمن الدواء في فرنسا ما بين 20 و 70%، وهذا تقرير ديال مؤسسه رسميه مغربيه هي المؤسسه التشريعيه. وكيقول لنا نفس التقرير ايضا ان ثمن ديال الدواء في المغرب الى قارناه مثلا مع نيوزيلندا فالثمن في المغرب اغلى من نيوزيلندا ما بين 6 و 7 المرات. واش فهمتوها؟ بمعنى الا شريتي الدواء هنا، الا كان كيدير هنا الدواء في المغرب مثلا 10 دراهم، عفوا قلبناها بمعنى الا كان الدواء في المغرب داير 100 درهم راه في نيوزيلندا غيدير 10 دراهم. وما نمشيوش بعيد بزاف كاع، نقارنوا غير الثمن ديال الدواء في المغرب مثلا مع تونس. التقرير ديال اللجنه البرلمانيه ماذا يقول؟ علبه ديال الدواء مثلا اللي بسيطه كيتناولوها المغاربه كاملين، الحبوب يعني الادويه ديال الراس، الصداع، دوليبران مثلا او غيره من هذه التسميات، في المغرب شحال كتباع؟ 15 درهم و80 300 ريال كيف ما تنقولوا حنايا. في تونس شحال؟ 9 ديال الدراهم. ملي كنرجعوا للعزيز غالي كيعطي معطيات اكثر صدمه، كيقول لك هذا الدواء هذا اللي هو مثلا دوليبران بشحال كيتنتج ب2 دراهم. سمعتوا اخوتي المغاربه؟ كيتنتج في المعمل ب2 دراهم، وبشحال كيتباع عندنا في الصيدليه ب15 درهم. وكيقول لنا عزيز غالي كذلك، وكيزيد يصدمنا، كيقول لنا هذا الدواء الا بغينا نستوردوه ما نصنعوش حنا كاع، نستوردوه ونجيبوه من لين بشحال غادي نستوردوه؟ بدرهم و20 24 ريال. تخيلوا معايا اخوتي المغاربه، هذا غير دواء بسيط كاين في اي بيت مغربي كاين هذا الدواء هذا كلنا كنحتاجوه، دوليبران او كاين هذا الراس ولا سميوها اللي بغيتوا تسميوها، كاين اللي كيسميها كاع اسبرو. ممكن نستوردوه ب 24 ريال، وبشحال كيتباع للمواطن المغربي في الصيدليات؟ ب 15 درهم و80. وهنا كنتسائلوا مع الحكومه من المتسبب في هذا الارتفاع الصاروخي ديال الاثمنه؟ نرجعوا دائما نبقى في التقارير الرسميه. برلماني مغربي معروف الاسم ديالو المهاجري، في احدى اللجان الاستطلاعيه او في احدى الجلسات من داخل مجلس النواب، الفيديو ديالو منتشر في اليوتيوب على شكل واسع، كيسائل وزير الصحه الحالي وكيقول ليه عندكم في احدى الصفقات كنتناقش الصفقات ديال الادويه كنضيف الفتره ديال كورونا، قال له نتوما كوزاره الصحه كتقولوا في التقرير ديالكم ان واحد الدواء انتم كتعترفوا بان الثمن ديالو هو 4 درهم فاصله 80. سمعوا معايا اخوتي المغاربه، وزاره الصحه في التقرير ديالها دايره بان الدواء 4 درهم فاصله 80. هذا تقرير ديال احدى الصفقات ديال شراء الادويه، في حين ان نفس الوزاره دايره في تقرير اخر ان الثمن اللي غادي تسمح به الشركات باش يتباع للمواطن هو 100 درهم. إذا كانت وزارة الصحة وهذا راه برلماني مغربي من داخل قبة البرلمان كيقول هذا الكلام بشكل مباشر، كيواجه به وزير الصحة بشكل مباشر، كيقول له انتوما في وزارتكم كتقولوا بأن الدواء غادي يتشرى ب 4 درهم فاصلة 80 ريال 90 ريال اخوتي، ولكن شحال عيتباع او تسمح للبيع ديالو ب 100 درهم، بمعنى زياده تفوق 100%. واش هذا الشيء هذا مقبول او معقول في دوله كتقول بانها دوله الحق والقانون؟ اذا حنا راه ما بقيناش اليوم غير في مطيشه ولا غيرها، راه هناك هو اخطر ممن يحتكر مطيشه ومن يحتكر المحروقات، من يحتكر الان صحه المواطنين، من يحتكر حياه المواطنين، من يتاجر بحياتنا. وهذا اللي كيفسر ارتفاع نسبه الوفيات عند المغاربه. نسبة كبيرة ديال الناس كتموت سنويا نتيجة عدم القدرة ديالها للولوج للمرفق الصحي العمومي او حتى الخاص. علاش ما عندهاش؟ نرجعوا لعزيز غالي في المعطيات اللي كيقدمها، ومعطيات صراحة صادمة. تيقول لنا عزيز غالي الا جينا لواحد جوج الامراض جد منتشرة في المغرب، وامراض تسبب بالفعل مجموعة من التداعيات على الصحة ديال المواطنين وتسبب في وفيات كثيرة. مرض السكري ومرض الضغط او الطونسيون معروفين، هادشي الناس كاملين يعني سيرتو الناس اللي كيتعدى العمر ديال 40 سنه كنلقاو شريحه كبيره عندها السكري وعندها الطون. كيقول عزيز غالي ان من بين 7 الناس، سمعوا معايا، 7 الناس مرضين بالسكر 3 فقط هما اللي عندهم القدره يشربوا الدواء لمده سنه، بمعنى 4 الناس ما تيشريوش الدواء، او حتى الا شراوه كيشريوه بشكل متقطع. هذا اش كيعني؟ ان هذوك الناس راهم معرضين للفشل الكلوي، معرضين لمجموعه تاع الامراض، معرضين انه في بعض اللحظات يكونوا مضطرين يكون باطر ديال الايدي او الارجل، معرضين للوفاه. الناس ديال الطونسيون كيقول لك من بين 9 ديال الناس 4 فقط هما اللي كيقدروا يشربوا الدواء لمده سنه. والطونسيون من اكثر الامراض انتشارا ومن اكثر الامراض التي تسبب اعلى نسبه وفيات في المغرب. هذه المعطيات هذه كتخلعنا وكتخلينا نتسائلوا مع السيد وزير الصحه ماذا تفعلون. اخيرا مؤخرا هنا
كتروج واحد النقاش رايج مثلا نبقاو غير في السياسه الدوائيه. كاين اليوم الناس اللي كيعانيوا من مرض الغده الدرقيه، هذا مرض اصبح جد منتشر اليوم في المغرب. كاين الاختفاء ديال الدواء في الصيدليات، الدواء غير موجود، كيقولها عزيز غالي، كيقول لك الدواء غير موجود، الدواء منقطع. علاش الدواء ما كاينش؟ واين هي وزاره الصحه؟ وهنا كيتطرح واحد السؤال على وزاره الصحه، فين هو الاحتياطي الاستراتيجي نورمالمون اللي كيخصو يكونوا منصوص عليه في القانون؟ ان اي دواء كيخص دائما يكون عندنا احتياطي استراتيجي ديال 6 اشهر. فين هو؟ وها هو الاحتياطي. دونك هذوك الشركات اللي تيبيعوا هاد الادويه ما كيحترموش هاد الامور هذه، ما جابوش. اذا انت علاه كوزاره الصحه وكدوله علاش ما تدخليش وديري واحد ابيل دوف وتشري داك الدواء؟ كتخلي الان المواطن كيقلب عليه في الكونتربوند. اذا صحه المواطن غير مهمه بالنسبه لك، حياه المواطن غير مهمه. ملي يولي المواطن كينشف من صيدليه لصيدليه ويعيط على الناس برا وخارج المغرب صيفطوا لي الدواء، انا ما لقيتش الدواء في المغرب. هذه معطيات خطيره وخطيره جدا. نبقى في نفس السياق، اخوتي المغاربه، نجيو نأتمنى يعني واحد الضجه في واحد الوقيته وهمونا بها، قال لك اودي المغرب وكاين نقاش عمومي هادشي في عهد الوزير الوردي، قال لك غادي نديروا تخفيض الاثمنه ديال الادويه، وداروا واحد الهيلاله اعلاميه والطباج ميدياتيك والناس كتكلم على الادويه في المغرب على التخفض. في الحقيقه ملي مشينا كنطلوا في هادشي هذا اشنو لقينا ان اغلب الادويه اللي كيتكلموا على التخفيضات ديالها هي اما ادويه في الاصل غير موجوده في الصيدليات، الناس ما كيتناولوهاش بشكل كبير، بمعنى ادويه ماشي ديال شي امراض معروفه بزاف، او ادويه نسبة الانخفاض فيها وما تزوجت 10 سنتيمات، 2 ريال. واو، التخفيضات هائله. كون كانوا خفضوا لنا غير سنتيم ولا 2 كان غيبقى فينا الحال، ولكن دوا تخفض لنا في 10 سنتيم. ما يمكن لنا السي الوردي الا اننا نشكروك على ديك الهاله اللي انت يعني خلقتيها لنا وخلقتي عندنا واحد الامل كبير. في هذا السياق هذا كامل كنبقاو دائما في قطاع الصحه. دابا انا كنعطيك غير اشارات، مازال غادي نرجعوا في حلقات مقبله وغادي نصدموكم خوتي المغاربه بوقائع وارقام رسميه كتهم هذا المجال، كتهم الاحتكار فيه، والاحتكار فيه هو يهم الاحتكار ديال الحياه ديال المغاربه. نمشيو مثلا التغطيه الصحيه واللي فيها واحد النقاش كبير، واش فعلا حنا في المغرب عندنا تغطيه صحيه؟ سؤال موجه لكل المغاربه. قبل ما ندخلوا في النقاش طبيعه الحال ديال التعميم التغطيه الصحيه غنخليوها لمرات اخرى. التغطيه الصحيه الناس اللي عندها كنوبس واللي عندها لا سي ان اس اس، واش بالفعل كتستافدوا من تغطيه صحيه حقيقيه؟ واش بالفعل التغطيه الصحيه عمليا صرفتي 100 درهم خصها ترجع لك 70 درهم؟ علاش؟ لان التغطيه الصحيه خصها تعوض لك 70%. مي واش هادشي كاين حقيقه يا خوتي المغاربه؟ انت اي واحد فيكم الا مشى مثلا عند طبيب جينيراليست، ماشي حنا عند طبيب جينيراليست، كدير واحد الفحص ديالك ب 150 درهم، كتدفع انت الفاكتورات ديالك لا سي ان اس اس او كنوبس او الشركات ديال التامين على الصحه، وكتعتقد على انها ترجع لكم ديك 150 درهم واحد يعني نسبه ديال 70%، واحد 80 درهم او ما الى ذلك. ولكن كتصدم في نهايه المطاف ما كيرجع لكش هذا الثمن. فهمتوا علاش؟ لان الدوله المغربيه ووزاره الصحه والمؤسسات ديال التامين على المرض شنو دايره ان التعويض هو على واحد التعريفه كيسميوها التعريفه المرجعيه. الدوله المغربيه شحال حددت التعريفه المرجعيه؟ الدوله كاتبه ان التعريفه هي 80 درهم، انت كتخلص الطبيب ب 150 درهم ولكن كتعوض على 80 درهم. السؤال علاش الدوله هي عارفه الاثمنه، عارفه بان الثمن ديال الطبيب العام هو 150 درهم، فعلاش هي ما دايرهاش في التعريفه المرجعيه 150 درهم؟ اما الا مشيتي عند اختصاصي 300 درهم فحديث ولا حرج. وهكذا حتى ملي كدوز الادويه، كاينه عاوتاني هنا واحد اللعب اخر، واحد المساله خطيره للغايه. كتمشي هنا كتشري انت كتشري دواء بواحد الثمن معين 100 درهم، تنتظر دائما التعويض ديال 70%، ما كتعوضش ب 70%. فهمتي علاش اخي المغربي؟ لان التعريفه المرجعيه اللي دايرها الدوله المغربيه هي ماشي على الدواء اللي انت بطبيعه الحال شريتيه هو بالضبط، ولكن دايره على الجنيس ديال داك الدواء. نرجعوا دابا لموضوع الساعه، الموضوع اللي كيتكلموا عليه اليوم المغاربه صباح مساء، هو موضوع ديال ارتفاع الاسعار وهذه المراقبه اللي كديرها الدوله في الاسواق. مزيان، عجبنا الحال انه كاين هناك مراقبه وكاين خروج ديال اللجان وما الى ذلك، شيء جيد وجيد للغايه. ولكن هذه اللجان ما كرهناش تمشي حتى البومبات ديال المازوت، ما كرهناش تقاس لنا شركات المحروقات المتسبب الاساسي والرئيسي في هذا الارتفاع المهول ديال الاسعار ديال المنتوجات في المغرب في كل مناحي الحياه. كتعرفوا اخوتي المغاربه ان الحكومه الحاليه هي أسوأ حكومه عرفها في المغرب في التاريخ ديالو منذ حكومه عبد الله ابراهيم. السيد عزيز اخنوش هو يعتبر الان أسوأ رئيس حكومه كيعرفوه المغاربه منذ معرفتهم برؤساء الحكومه. علاش؟ لان السيد رئيس الحكومه بغينا ولا كرهنا هو المتسبب الرئيسي في الغلاء في المغرب. اسباب الغلاء في المغرب اخوتي المغاربه راه ماشي البرد،
راه ماشي الازمه الاوكرانيه الروسيه، راه ماشي حتى شي حاجه، هو تضارب مصالح السيد رئيس الحكومه اللي هو المتحكم رقم واحد في سوق المحروقات في البلاد. الشركه ديالو هي المستحوذه على اكبر حصه، والشركه ديالو هي اللي ممكن نقولوا زائد جوج شركات اخرى المحتكره لسوق المحروقات باعتراف تقارير ديال مجلس المنافسه، وبما فيها اخر تقرير الذي يؤكد على ان هذه الشركات هذه تبطل المنافسه. ما معنى تبطل المنافسه؟ انها تحتكر السوق والاثمنه والاسعار، بمعنى من له مصلحه في الاستمرار ديال الوضع هو السيد عزيز اخنوش. وهنا فين كنمشيو، هذه العمليه هذه خلت ان كل شيء ما قدرش يناقش هذا الملف الحارق ويتوقف عنده. بدءا مثلا بوزيره الطاقه، وزيره الطاقه ديالنا في واحد الوقيته خرجت وكتقول لنا بانه ودي في البرلمان، كتقول لنا بانه ودي لا كان المازوت او لا كان السعر ديالو داير 80 درهم برا، عفوا 80 دولار برا، راه خصو يتباع في المغرب ب 10 دراهم ايكالك، ولا كان الثمن ديالو 100 خصو يتباع في المغرب ب 11 ولا كان الثمن ديالو 120 دولار خصو يتباع في المغرب ب 13 دازت واحد المده قليله وهي تمشي دير لنا واحد الندوه صحفيه يمكن في المقر الوزاره ديالها او ما الى ذلك، ما ذكرتش فيه، ونفات هذا الشيء هذا جمله وتفصيلا. وجات مؤخرا للبرلمان وعاودوا سولوها البرلمانيين وقالوا لا ما رايك كيف ارتفاع ديال الاسعار؟ شنو واحد جاوبهم؟ ارتفاع اسعار المحروقات ليس من اختصاصي. واش سمعتوا المغاربه البارح كتعطينا بشحال خصو يتباع الثمن ديال المحروقات، واليوم السيده ما قدرتش تهضر وكتقول لنا ارتفاع اسعار المحروقات ليس من اختصاصي. واش قال لها شي واحد تسكت؟ ربما. دائما نرجعوا لمجلس المنافسه والرئيس ديالو السابق، ملي تحط التقرير السابق بفتره قصيره طار الرئيس ديال مجلس المنافسه وجانا الرئيس الحالي. ملي جانا الرئيس الحالي قدموا ملف حارق، ملف ديال التحقيق فيما يعني داك الشيء اللي جاتو التقرير ديال اللجنه ديال الاستطلاع اللي كان دارها البرلمان، والتي اكدت على ان هناك ربح فاحش وربح غير مشروع ديال 17 مليار، واللي يقدر اليوم انه ربما يكون وصل ل 40 مليار او تجاوز ذلك. بمعنى كان مطلوب مجلس المنافسه انه ياخذ واحد المجموعه ديال القرارات في هذا الشان هذايا. لحدود اللحظه مجلس المنافسه ما استطاعش ياخذ قرار. وباش كيبرر رئيس مجلس المنافسه ذلك؟ برر في البدايه ديال انه ودي هو كينتظر خروج القانون المنظم للاسعار والمنافسه، ومني خرج دابا القانون كيقول لنا في اخر التصريح ديالو انتظر المراسيم. وسيدي حنا غادي ننتظروا المراسيم المنظمه لهذا القانون وغنشوفوا هذا مجلس المنافسه واش فعلا غادي يقوم بالادوار ديالو ويقوم بالدور ديالو وياخذ الاجراءات اللي خصها تاخذ في هذا الموضوع ديال المحروقات الذي اصبح يؤرق المغاربه كامل، والذي تسبب اليوم ويتسبب في افقار المغاربه وفي تجويع المغاربه. من ولاو المغاربه ما قادرين يشريوا حتى الخضره، راه ولا الامر الان خطير ويتجاوز جميع الخطوط. وبالتالي على مجلس المنافسه ان يتحمل مسؤوليته. والا علاش دايرين حنا هذا مجلس المنافسه؟ وعلاش نتوما كتاخذوا هذه التعويضات الثمينه بدءا من الرئيس الى كل الاعضاء باش تبقاو تفرجوا فينا، او ملي تخرجوا تكلموا لنا على غلاء الخضار تقولوا لنا الغلاء ليس عيبا؟ وبالتالي عليكم ان تتحملوا مسؤولياتكم. غنرجع لها في نفس السياق. طلعوا علينا مؤخرا واحد المجموعه ديال البرلمانيين من داخل البرلمان وتيقولوا بانهم يمثلون المعارضه البرلمانيه. المعارضه البرلمانيه فيها ثلاثه ديال الاحزاب: حزب العداله والتنميه، الحركه الشعبيه والتقدم. مزيان، اخيرا ولات عندنا معارضه، كنا نسيناها. وي المعارضه اليوم تتحدث، ولكن راكم نسيتوا ما قلتوش الحقيقه. انتم تحالفتم مع اخنوش وسببتم فيما يعانيه المغاربه اليوم. انتم كنتم معه بالحكومات السابقه منذ عهد بن كيران ووافقتم على التحرير. من مرر التحرير مع بن كيران؟ اليس العداله والتنميه؟ اليس حزب التقدم والاشتراكيه؟ اليست الحركه الشعبيه؟ اين كنتم انذاك؟ اليوم جايين كتباردوا علينا. احنا كنخافوا على المغاربه. ما خفتوش على المغاربه البارح ملي كنتوا في مناصب المسؤوليه، ملي كنتوا شادين الوزارات، ملي كنتوا مع اخنوش متحالفين في الحكومات السابقه. ما كنتوش كتخافوا على المغاربه، واليوم خارجين ديروا لنا مسرحيه هزيله. المغاربه ما محتاجينكمش. المغاربه عارفين اليوم ان اخنوش هو سبب هذا الغلاء، وعارفين بان من يدبر الحكومه وان هذه الحكومه هي اسوأ من عرفوه، وبالتالي ما محتاجينكمش. حيت انتم كنتوا صادقين في الفعل منذ اليوم الاول، درتوا مواقف حازمه وصارمه في هذا الاتجاه هذايا. ولكن حاجه وحده عجبتني في بوانو قالها وكيخص تفتح فيها تحقيق. بوانو كيقول من داخل البرلمان، سمعوا اخوتي المغاربه مزيان باش تعرفوا اننا بالفعل راه كنعيشوا كوارث في هذه البلاد هذه. قال لك يا سيدي الباطوات ديال ليسونس وديال المازوت وديال المحروقات ملي كتعمر وكتشرى وكتكون جايه وراه كتبقى في المياه الاقليميه الا كان الثمن رخيص ديال المازوت، حتى كيغلى الثمن عاد كتدخل. بمعنى كيجيو الباطوات كيبقاو خارج المياه الاقليميه المغربيه، الناس واكله شاربه بخير
نهار يغلى الثمن في السوق الدوليه كيدخلوا باش يبيعوه لنا بالثمن الغالي. اذا فينك مجلس المنافسه، فينك حكومه، فينك عزيز اخنوش. عمليا انت رئيس الحكومه بعيد على عزيز اخنوش ديال شركات افريقيا، انت مسؤول على انك خصك تعالج هذه الحويجات هذه، وانك تاخذ ما يجب اتخاذه وتاخذ المتعين، لانك انت هو الراس ديال السلطه التنفيذيه، راس الحكومه المغربيه، وتتحمل المسؤوليه كامله، وما عندنا علاش نخبيوها في شي واحد. اذا في الارتباط بهذا الشيء هذا كامل نمشيو بشكون بسيط. واحد الوزير انا كنوجه له من هنا، زعما انا كنقول له الله يخليك السي بيتاس، الله يرحم لك الوالدين السي بيتاس، سمع هذه المناشده مني وسمعها مواطنين عديدين. السي بيتاس ما تبقاش عمليا تستفزنا. إذا انت قدرت تشري اللحم 75 درهم، انا كنصحك زعما صراحه هذاك اللحم ربما سير شوف لك شي طبيب ربما يضرك، زعما خوفا عليك، حيت اللحم 75 درهم اما يكون ديال ذبيحه سريه، اما يكون لحم. واش اللحم في بلاصتو في البطوار من كنتكلموا ملي كتقولوا انتم الحكومه المجازر اللي خصها تكون فيها الشروط وما الى ذلك داير 80 درهم 90 درهم 100 درهم، وانت كتقول لي شريتيه في واحد قال لك اسيدي ولاد عرب، شي سوق سميتو ولاد عرب شريتو ب 75 درهم. هذا راه استفزاز لينا السي عزيز بيتاس، وهذا عيربطنا بالتصريح ديال وزير الفلاحه اللي قال لك اودي اللحم في رمضان غيكون رخيص. راه ما غيكونش رخيص اللحم في رمضان، راه كتكلمني على الاستيراد وما الى ذلك، وراه خصو 40 يوم غير في المحجر. راه اللحم هذيك الاجراءات اللي درتيها انت دابا وراه ما غادا تبان حتى نمور رمضان فين كنتي قبل، وبالتالي الله يجازيكم بخير. إلا نتوما بغيتوا تعالجوا الاشكال ديال الارتفاع ديال المحروقات او الارتفاع ديال الاسعار او الاشكال ديال المعيشه اللي كيعيشوها اليوم المغاربه، ما تكثروش علينا بهاد التصريحات الخاويه والبهلوانيه. واللي كيعكد هذا الشيء هذا كله هو نسبه الاحتقان اللي وصل عند المغاربه، وصلت لواحد المستوى ان غير مغني دار واحد التعبير قال ما كتعرفش تهضر وباغي تربينا. ما عرفناش واش كون كيقصد، عرفتوا المغاربه شكون كيقصد يزيد رويس؟ ما نعرف، انا بعدا ما عرفتش، ولكن باين المغاربه كاملين مشى الاتجاه ديالهم كامل في اتجاه واحد السيد الوزير كان في واحد الوقيته قال بانه باغي يعاود الترابي للمغاربه. واش فهمتوا ما معنى هذا؟ معنى ان اليوم المغاربه ولاو مشحونين بواحد الدرجه كبيره. هذه الاغنيه في ظرف 24 كانت وصلت 4 المليون، 4 المليون المغاربه دخلوا كيجريو يقلبوا عليها كينفسوا على ريوسهم. علاش؟ حيت سدت جميع المناحي ديال التنفيذ. وفي هذا الاتجاه هذا كامل للاسف الشديد في الوقت اللي المغاربه حاطين واحد النقاش مجتمعي كبير، بغاو يخلخلوا هذه الموازين ويطرحوا النقاش الحقيقي ديالهم اللي كامل المعيشه ديالهم اليومي، خرج لنا واحد النقاش على الجانب كيشتت المغاربه كامل. هو النقاش اللي تطرح اليوم مع الدكتور الفايد مع واحد الرابطه كتسمي راسها رابطه علماء المغرب العربي. مزيان نتناقشوا في هذه الحويجات هذه، حنا ليس ضد ذلك، بالعكس النقاش الديني وما الى ذلك وكيدخل في صلب الاولويات ديال المغاربه، وحنا مغاربه مسلمين ومرتبطين بالدين ديالنا الاسلامي الحنيف وما الى ذلك. ولكن في هذه الوقيته بالذات اللي المغاربه كاملين الهم ديالهم هو الخبز، واحد ما كيلاقي ما يدخل ولادو كيخرج للسوق كيرجع كيبكي عند وليداتو، وجايين نتوما كتناقشوا لينا واحد النقاش لا علاقه له بالموضوع، كتشتوا لنا الذهن ديالنا في التفكير ديالنا على هذا كذا. قبل 9 سنوات او قبل ما نعرف شنو قال واحد التصريح هذا يدخل الجنه هذا يدخل النار. واش حنا فاش غندخلوا كرشنا او الجنه والنار؟ ولا بغيتوا تتكلموا كاع تكلموا مزيان، راه الاسعار والارتفاع ديالها ماشي غير في الخبز اليوم، وراه موسم الحج احدى اهم الشعائر الدينيه التي يقدسها المغاربه، احدى اهم الشعائر الدينيه التي كنحلموا بها. كل واحد فينا كيحلم يصيفط باه او امه الحج وكيمشي يتقاتل ويضرب تماره باش يجمع داك 2 ريالات باش يجمع واحد المبلغ مالي ويكونوا مرضي الوالدين مع والديه ويصيفطهم للحج. والحلم ديال مجموعه المتقاعدين الان من يخرجوا التقاعد على انهم يمشيوا يزوروا بيت الله الحرام ويزوروا مكه ويشوفوا الحرمين الشريفين وكيتقاتلوا بالرغم داك الحصه الثقيله اللي كياخذها المغرب بعدد الحجاج سنويا. وكتجيو نتوما ناقشوا لنا هذا الارتفاع هذا. ماذا بغيتوا تكلموا وادخلوا، ما تهضروا لنا سيدي لا على بطاطا لا على مطيشه لا على محروقات، عارفينكم ما تقدروش تهضروا في هذا الشيء هذا، ولكن هضروا لنا غير ما هو ديني. واش بالفعل معقول ان الثمن ديال الحج اليوم في المغرب وصل لهذه المستويات هذه؟ جاوبونا غير على هذه وحنا غادي نحترمكم وحنا كنحترمكم، والسلام عليكم. ديروا جيم وتابوناو في لاشين يوتيوب جدل 60 باش تبقاو توصلوا بالجديد.